حياكم الله. دقيقتين من وقتك حبيبي في الله، يمكن يكونوا أغلى دقيقتين في حياتك، وإن شاء الله تكون فيها من الفائزين. ليش؟ لأننا على مقربة في العشر الأواخر من رمضان. هذه الليالي المباركات فيها ليلة هي ليلة القدر، هي سيدة الليالي، هي خير الليالي. قال عنها صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم له من ذنبه. وأخبر عنها المولى عز وجل أنها خير من 1000 شهر، أي عبادة في هذه الليلة تعدل عبادة أكثر من 83 سنة، بل أكثر. يعني صفحة من القرآن تقرأها يكتب لك 1000 ختمات، تصلي ركعتين يكتب لك 1000 الركعات، تتصدق بصدقة يكتب لك 1000 الصدقات. كيف أغتنم هذه الليلة؟ كيف أفوز فيها؟ كيف أحييها؟ بأمور بسيطة هينة، أهمها أن تجعل هذا القلب خاليا من الحسد والبغض والشحناء والقطيعة. بادر بشكل مسرع. لماذا؟ بأن تسامح وأن تصفح وأن تكون أنت من المبادر لكي تنال عفو الله ومغفرة الله عز وجل. أيضا حافظ على صلاة الجماعة في المسجد، حافظ في هذه الأيام المباركات، لا تحرم نفسك أبدا. وحافظ بشكل خاص على صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنه من صلى العشاء في جماعة كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كمن قام الليل كله، فيكتب لك أجر قيام ليلة. أيضا حافظ على صلاة التراويح مع الإمام، صلي معه حتى الوتر، حتى ينصرف الإمام كما أخبر صلى الله عليه وسلم، يكتب لك أجر قيام ليلة. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. أيضا لا تنسى وردك القرآني ولو صفحة صفحتان في كل ليلة من هذه الليالي. وأيضا أكثر من الدعاء من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين يا رحمن يا رحيم.